واخيرا بديل النوتيلا في البيت، وصفة حلوة جدا بمكونات بسيطة، طعمها حلو، وكمان فوق كل ده مغذية وهتعجب الولاد وكريمية جدا. جربوها ان شاء الله هتعجبكم. ويلا نبدأ على طول. اول حاجة هنحتاج 100 جرام من البندق المقشر والمحمص، وبعدين معلقة كبيرة من الكاكاو الخام الفاتح مش الغامق، ودول نوعين، الألماني والمصري، ماركة دريم حلوة قوي برضو، فسواء ده أو ده أنا هستخدم الألماني في الوصفة دي. بس النوعين تمام، بس أرجوكوا بلاش الغامق قوي اللي بيكون مايل للون الأسود، وده بيكون السائل عند العطار لأنه ما بيكونش حلو أبدا. وهنحتاج كمان معلقتين من العسل الأبيض وربع كوباية من اللبن. دي كل المكونات اللي احنا هنحتاجها في الوصفة دي. اول حاجة هنبدأ ان احنا نطحن البندق، ويفضل ان احنا ندفيه حتى لو محمص ندفيه، عشان لما هيكون دافي هيطلع الزيوت بتاعته بشكل اسهل. ارجوكوا اهم خطوة ومرحلة والسر في الوصفة دي الصبر، فلو سمحتوا اصبروا معايا في الفيديو واصبروا وانتوا بتعملوها. احنا هنطحن البندق لاخر مرحلة لغاية ما نوصل لزبدة بندق، فانا مورياكم المراحل المختلفة. اوكي، هنطحن شوية ونشوف وصل لايه، فكل مرحلة بيكون انعم من اللي قبلها لغاية لما هنوصل للمرحلة الاخيرة دي. كده تاني مرحلة بيبقى يعني عمل زي الكريم شوية شوية، كمان هنلاقيه بدأ يبقى في لمعة الزيت بتاعته. بعد كده بقى هيبدأ ان هو يبقى ناعم جدا، حتى هنلاقيه وصل لمرحلة انه بيطرطش على الكبة. لما يوصل للمرحلة دي يبقى احنا كده تمام. نطحن تاني وهنوصل لشكل كريمي تماما، ما فيهوش اي تحبيبة ولا اي حاجة. شايفين شكله؟ هو ده. عايزين تطحنوا تاني مفيش اي مشكلة. لما هنوصل للمرحلة دي يبقى احنا كده تمام، جاهزين ان احنا نكمل باقي الخطوات اللي مش هتاخد وقت بعد كده. هنحط المعلقة، معلقة الكاكاو، ممكن اقل، مش لازم معلقة كبيرة، زي ما تحبوا زي ما تحبوا كمان قوة الطعم. وهنبدأ ان احنا نطحنها تاني، نخلط تاني، هنلاقي القوام بقى حلو جدا. بس طبعا هنا محتاجين نحلي الشوكولاتة، فبالعسل او لو بديل سكر او سكر. انا بعدت عن السكر تماما وحطينا العسل. هنحط العسل بالكمية اللي انتوا عايزينها، بس لما هنحطه في المرحلة دي هنلاقي القوام الناعم الحلو ده قفش كده وبقى لونه وشكله مش حلو. ما تقلقوش خالص، احنا هنكمل تاني وهنبدأ نحط اللبن بشكل تدريجي شوية شوية. احنا ممكن ما نحتاجش ربع الكوباية كلها. هنضيف بقى اللبن ونخلط كويس. هنلاقي القوام، انا هنا زودت عسل لان حسيت انه محتاج، فانتوا على حسب التحلية اللي تحبوها. هنخلط تاني وهنلاقيه وصل للقوام الخطير بتاع النوتيلا. بصوا شكله رجع تاني القوام الناعم الحلو. هنخلط تاني مفيش مشكلة لو عايزين تزودوا خلط، وبس كده. عايزين تزودوا لبن تاني اوكي، مش عاوزين وهتكتفوا بالقوام ده، فده زي ما انتوا تحبوا تماما. بصوا بقى شكله خطير، يعني انا فعلا كنت مبسوطة جدا في اللحظة دي. بس كده هننقل بقى الكمية دي في البرطمان. طبعا انا عاملة كمية قليلة، انتوا ممكن بتضعفوا الكميات عادي جدا. ومستو انه بيدخل التلاجة عادي، ما بيجمدش لانه ما فيهوش شوكولاتة، فبيفضل كريمي عادي جدا زي النوتيلا بالظبط. حابين بقى تحطوا مكعبات شوكولاتة تزودوا الطعم براحتكم خالص. بس لو هتزودوا شوكولاتة فممكن يجمد لما يدخل التلاجة ويحتاج ان هو يفك شوية قبل ما نستخدمه. هنا بقى انا جربته على التوست، وكانت واقفة جنبي بنتي اللي هي اكتر واحدة ما بيعجبهاش اي حاجة، فكان عاجبها جدا، وهتديكوا الاوكي في اخر الفيديو ان طعمه حلو، لان هي كانت واقفة معايا في كل الخطوات. اتمنى تجربوا الوصفة دي، لان انا عارفة ان ناس كتير جدا مستنيينها، انا نفسي كنت مستنية اوصل للنتيجة دي. واتمنى تقولوا لي رأيكم وتشوفوا الفيديو كامل لو وصلتوا لغاية هنا، فانا بشكركم جدا. ويا ريت تشتركوا في قناة اليوتيوب وتتابعوا الفيسبوك عشان تشوفوا كل الفيديوهات الجديدة. وباي باي.